نبي الواتساب ايضا، هل نفس الموضوع، نفس موضوع دايركت مسج ونفس موضوع المحادثات في تويتر؟ الواتساب هو أسوأ برنامج من الناحية الأمنية يستعملونه الناس. الواتساب البرنامج ينشر جميع معلوماتك بلين تكست غير مشفرة لأي أحد ممكن يطلع عليها. أي أحد، يعني إذا شركة اتصالات تطلع على كل شيء، كل صورة، كل فيديو، كل جروب أنت داش فيه، منو موجود بالجروب، أرقام تليفوناتهم، ساعة الدخول، ساعة الخروج، الروابط التي وضعت ومنو ضغط عليها، ومنو دخل عن طريقها، الانفايت، الصور، كل الأشياء. يعني إذا طلع لشخص ما، مثلا شخص اسمه ناصر، طلعت معلومات عن الواتساب أو البرودكاست اللي دازها، فمعناته الشركة اللي هي اللي مطلع عن هذا الأمر. طبعا وهي قاعد تخزن، ترى شركات اتصالات بالكويت تخزن الواتساب وتقدمها للنيابة. طبعا والمسجات نفس الاس ام اس، يعني الاس ام اس هذه صار لها 10 سنين تخزن، والام ام اس بعد مصوره تخزن. بس في النقطه حق اذا حق الواتساب، احنا راسلنا الشركه اكثر من 1500 ايميل ارسلنا للشركه انها تدعم، ان نبيها تدعم التشفير، لان في شركات راسلناها وغيرت من سياستها ودعم التشفير. انا معي مجموعه من الشباب نسوي بحث ودراسات على كل برنامج ونختبره ونراسل الشركه. الشركات، وحتى وجدنا مثلا برنامج اسمه التانجو حق التحدث الصوتي، سوينا وراسلناهم بوجود ثغرات في البرنامج. تويتر الوحيد، قصدي الواتساب الوحيد اللي كان يرفض يستعمل التشفير، وكان يقول لنا في الايميلات، وانا حطيت الايميلات صورتها في تويتر، ان جميع الكلام وجميع الرسائل والروابط والصور بمقدور شركات الاتصالات وشركات الانترنت معرفتها. مشكلتنا هنا ان شركات الاتصالات تستعمل اشتراكات شركات الانترنت، يعني انت الحين قاعد تمر على رقابه، مجموعتين من المراقبه، مرحلتين من المراقبه. نعم. زائد وزاره المواصلات، زائد في خيار اخر ابو يوسف للناس يستخدمونه بدل واتساب. اي طبعا برنامج اخر، في برنامج مشابه له بالضبط اسمه برنامج لاين LINE، من شركه اسمها نافر، شركه يابانيه سيرفرتها في اليابان. انا قرأت خصوصيتها بالكامل، ما يمكن ان تكشف عن معلوماتك الا باذن الله. LINE. جميل. اذا استاذ عبد الله العلي ينصح بعدم استخدام الواتساب، لانه يعني ليس فيها اي خصوصيه، لا تحتفظ باي خصوصيه، وينصح باستبدالها بموقع او ببرنامج اخر اسمه لاين. بعد قليل ان شاء الله سنستريح قليلا.